بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. محبي ومتابعي أبو الكبات في كل مكان، تحية من القلب، وحفظكم الله جميعا أينما كنتم، ورزقكم الله الأمن والأمان. وكالعادة يا سادة، في البداية كده كالعادة، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعلى الفيس المتابعة واللايك والشير، وجزاكم الله كل خير. نشد حيلنا في المتابعه والاشتراك في القناه واللايك يا جماعه على الفيس. اي منشور، اي بوست، اي لايف، اي فيديو على الفيس، اللايك عشان يوصل للناس كلها. هنبتدي بسم الله كده، ونروح فين؟ نروح للدوري المصري اللي بدأ النهارده. نقول على البركه باذن الله، وتكون بدايه مبشره باذن الله. النهارده ابتدى الدوري المصري 2023 2024 بمباراه كانت الساعه 7 بين طلائع الجيش والبنك الاهلي. كانت مباراه من طرف، يعني قسموا المباراه لشوط اول للبنك الاهلي وشوط ثاني لطلائع الجيش. طلائع الجيش عمل شوط ثاني محترم جدا، وكان هو اللي ماسك الملعب، وعبد الحميد بسيوني عمل شغل 10 على 10 النهارده. دايما هذا المدرب محظوظ، بس هو حافظ طلاسم فريق طلائع الجيش. وده الفرق بين لما يكون فيه مدرب مصري ومدرب اجنبي، بيعرف بتبقى عنده الخلطه السريه لكل لاعب. النهارده ابتدت المباراه وانتهت بفوز طلائع الجيش بنتيجه 2-0 باقدام يسري وحيد تقريبا في الدقيقه 63 من رأسية عرضية من أحمد متعب، قابلها يسري على شمال أبو جبل، اللي النهاردة كان بيحرت في منطقة الجزاء. ما تعرفش الكرة كانت سخنة ولا إيه، مش عارف يعمل أي حاجة. هذا أبو جبل أبو البانة، الجباسكي ولا الجباسكي، كان النهاردة أداؤه ملفت للنظر خالص. يعني هبط أوي، مش عارف مين اللي بيختاره للمنتخب. ما حدش يزعل، مين العين اللي هي العين اللي مش عارف جاي لنا منين، اللي بيختار ابو جبل عشان يلعب في المنتخب. لا، ده محتاج شغل كتير قوي قوي يا جماعه، قوي قوي. والشوط الثاني والهدف الثاني بتاع الواد احمد شيكا طلائع الجيش، سرح وشق وراح من نص الملعب، والجماعه اللي بيتفرجوا عليه دفاع وخط النص بتاع البنك الاهلي، وببطن رجله زي مش شوطه، يعني زي الباصه بالظبط. على شمال برضو مين؟ الجبكسي محمد ابو جبل. النهارده حاجه غريبه خالص خالص في ادائها حارس المرمى وفي اداء اللاعبين كمان. ما فيش الا يمكن هجمتين كانوا خطر للبنك الاهلي. انا ما شفتش الا الشوط الثاني، فعرفت ان الشوط الاول كان كله للبنك الاهلي. في اللي هي الكريم بامبو، اللي هي التصويبه اللي جت في العارضه من فوق، خدها على الطاير. كوره لو كان انتهت بهدف كان هيبقى احسن هدف في الموسم. يجيبوا جوان ما يجيبوش، بس ده كان هيبقى احسن هدف في الموسم. وجهه نظر الشخصيه كان هيبقى هدف عالمي، ولو كان داخل كانت قطعت الشبكه. بس الواد حظه وحش بصراحه. يعني كوره حلوه قوي 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 قوي، وبسم الله ما شاء الله النقل يعني جابها لنا بعدها بنص ساعه. عمال اقول يا جماعه عيدوها يا جماعه عيدوها عشان نشوف ايه اللي حصل، فين وفين لما اعاده. نتمنى برضو النقل يبقى يشد حيله شويه، والدنيا تبقى ماشيه، والفار يشتغل بما يرضي الله، والحكم يشتغل نظام الحكام. لازم الدنيا تتغير خالص خالص خالص. ولازم الناس اللي قاعده على الفار يبقى عندها ضمير. شغل ضميرك وصحيه، ما تنيموش وما تشدش الفيشه. كل الكلام ده بقى اتلغى خلاص الموسم اللي فات. نبدا على ميه بيضه، نبدا بالصلاه على النبي كده، يعني على نار هاديه، نشتغل، ندي لكل واحد حقه. الاهلي عليه ياخد منه، الاهلي له اديله. اي فرقه في الدوري اللي هي اديله حقه، ما تكيلش بمعيارين او بمكيالين. كل الكلام ده لحكام الساحه، وخصوصا الحكام اللي قاعدين على الفار على الفيديو. اي لعبه فيها شك الله يرضى عليكم، فيها شك والجمهور هيعمل عليها والجماهير هتعمل عليها مشكله، والتحاليل اللي بتقعد للصبح دي هتقعد تتكلم فيها. الله يرضى عليك، اشتري نفسك واشتري دماغك وساعد الحكم وهاته.
اللعبه دي فيها شك يا عم الحاج، تعال شوف. هو يروح بقى يشوفها ويقرر بنفسه بقى. خلاص انت فضل عشان ما حدش يقول لك ده الفار ونايمين وقاعدين والفار مش عارف كان فين وما كانش فين، الكلام ده كله مع الضمير الحي للحكم الساحه. ما تخليش حد يتكلم عليك نص كلمه، ما تخليش حد يتلفظ عليك بلفظ. انت راجل صاحب اسره وعندك عيال، وربما يكون يعني انت لا, لا تقبل ان حد يهينك او يتكلم عليك او يتنمر عليك، ما تقبلش الكلام ده كله. اي بني ادم عادي خالص لا يقبل هذا الكلام. فانت ما تعطيش فرصه للقاصي والداني او لاي حد كبير او صغير انه يتكلم عليه. ادي لكل واحد حقه وارمي الالوان. اذا كنت انت اهلاوي ارمي الالوان، ما تشتغلش بشغل الالوان. وانا كاهلاوي بقول لك اهو، انت كاهلاوي انسى انتمائك، وانت بتمسك الصفاره تنسى انتمائك نهائي. مجرد ما نزلت ارض الملعب خلاص انت القاضي، انت اهم عنصر في الملعب، انت القاضي. لازم تكون عندك الميزان، لا ده ينزل ولا ده يطلع، ولا ده ينزل ولا ده يطلع. اعطي لكل واحد حقه. خلاص خلصت المباراة 2-0 زي ما قلنا. طلائع الجيش بداية كويسة لعبد الحميد باسيوني محظوظ، وطلع والبنك الاهلي جايب لي فاسيليوس اللي كان بيدرب غزل المحله بطقم مش عارف بايه بحكايه بروايه. ما البنك الاهلي بقى فلوسه كتير، وحد يروح يجيب 10 دولار ما يدلوش، انما يدي شكاير دولارات لمين؟ للمدربين الاجانب. انا مش عارف يعني البنك الاهلي انت هتروح فيها هتلعب كاس عالم انديه مثلا جايب لي مدرب اجنبي؟ ما انت عندك يا عم مدربين مصريين، ما تاخد حسام حسن عندنا، عماد النحاس، رضا شحاته، طارق العشري، ناس عامله شغل كويس قوي قوي، مجدي عبد العاطي وغيره. ادي فرص. انت لا هتروح لفوق قوي ولا هتنزل لتحت، انت في المنطقه الدافيه. انت وغيرك هم 4 انديه اللي هيبقوا في المربع الذهبي، والتنافسيه هتبقى بينهم الاربعه. يبقى فيوتشر، زمالك مثلا اذا شد حيله الزمالك، بيراميدز وسيراميكا والاهلي طبعا. هم دول اذا زد عامل سكواد كويس ربما يطلع لفوق، محدش عارف. بس انت بتديله شكاير دولارات ليه واحنا عمال مش لاقيين؟ الطماطمايه بقت ب5 جنيه، البصلايه ب5 جنيه، البطاطسايه ب5 جنيه، وتروح تطفح الدم عشان تسحب فلوس من البنك، ويدوا شكاير فلوس لناس مالهاش. ما انت مالكش مطمع اصلا انك تروح في حته ثانيه. تمام. خلصت المباراه. الف مبروك لطلائع الجيش بقياده باسيوني، وهارد لك للبنك الاهلي بقياده فاسيليوس ولا ايه مش عارف. المهم بكره ان شاء الله هتطل علينا الاهلي في اولى مباراته بالدوري الجديد، الدوري المصري 2023 24. البدايه مع المصري ان شاء الله تكون الساعه 7 في استاد برج العرب. كالعاده احنا بنلعب مع المصري والاسماعيلي في برج العرب الساعه 7 مساء باذن الله، بقياده الحكم محمد عادل. مش محتاجه احتواء، لا احنا عايزين منك احتوينا ولا تحتوي حد تاني خالص. انسى حكايه الاحتواء ده، احنا في موسم جديد، ولازم تبيضوا رؤوسنا كده، تبيضوا وجوهنا كده، وتخلوا رقبتنا للسماء، ونشيد بيكم بدل ما نحط عليكم ونقعد نتريق ونتكلم. لا، نشيد بيكم ونقول التحكيم المصري عاد. تمام. هتبقى الساعه 7 زي ما قلت مع النادي المصري. اتغلب واخسر من اي نادي الا المصري والاسماعيلي بيراميدز الزمالك، قولا واحدا. وجهه نظري الشخصيه، انا راجل اهلاوي ما احبش اتغلب من النوادي دي ولا من الفرق دي. اللي يكرهنا اكرهه واكره اللي خلفوه، قولا واحدا. تمام. فقلنا هيبقى مين؟ محمد علي الساحه وطارق مجدي على الفار. شد حيلك يا عم طارق، الله يرضى عليك، وخلي عندك ضمير كده، واشتغل بما يرضي الله، بما يرضي ضميرك الصاحي، وبما يرضي الله وباللوائح وبالقوانين. اي حاجه فيها شك ولعبكه وكعبله وعقربه والجماهير هتشد وهتعمل تعال استدعيه. انت قاعد في المكان ده عشان لو في اي حاجه بتستدعيه، وحمله هو المسؤوليه، يشيل الليله هو بقى. الله يرضى عليكم. مش عايزين نبتدي بدايه الله اعلم، لا يمكن. يعني انا لا اقبل، لن اقبل ان انا اخسر من نادي زي ده، قولا واحدا.
طبعا احنا زي ما الناس كتير قالت ان اتحاد العاصمه فاز واتحاد العاصمه مش عارف ايه، ولاعيبه الاهلي ما في المباراه اللي فاتت بتاع السوبر الافريقي ولاعيبه الاهلي ما اشتغلتش، لاعيبه الاهلي لعبت. واتحاد العاصمه انا بقولها بالفم المليان لا يستحق البطوله، والحكم الفاجر الفاسد هو اللي اهدى البطوله لاتحاد العاصمه. وفي صحفي تونسي انا منزله على البوست عندي على صفحتي، منزل بوست قال لك الاهلي بيحارب ومن الفيفا ومن الاتحاد الافريقي ومن الاتحاد المصري كمان. ما هو صحيح يعني واخد 5 بطولات، يعني واخد العلامه الكامله ورايح لبطوله افريقيه وما فيش الا هو. يعني النوادي بتاع الجزائر ولا تونس ولا ليبيا ولا المغرب ولا السودان ولا ما هو ما فيش، فلازم يوقفوه. بدليل ان هو كان فيه متعين قبلها ب 15 يوم طقم تحكيم تاني خالص، قبلها ب 24 ساعه ينزلوا هذا الحكم اللي ما حدش يعرف عنه حاجه، اللي عليه علامات استفهام كتير. ده بناء على ايه؟ وغلطه الاداره انها وافقت على هذا الحكم. انا بحمل الاداره غلطه كبيره جدا جدا. ما يا عم مش هلعب، مش عايز الحكم ده، انا مش عايز الحكم ده، عليه علامات استفهام كتير، ينسحب بناقص. كانت اشرف لينا انها تتاخد مننا كده بالظلم والفجر التحكيم. يلا المهم ان الصحفي التونسي فضحهم على الاخر، على الاخر. حتى الفيفا اعترف والاتحاد الافريقي اعترف ان في ضربه جزاء وهدف ملغي لكهرباء. لو الهدف الملغي ده كان حصل قسما بالله كانوا تعبوا 1 و2 و3 و4، لان الاهلي لما بيسجل الاول خلاص الفرقه اللي قدامك بتنهار، وقال لك الاهلي جاي بقى خلاص خلص، وهي الفرقه ما عملتش حاجه عندك. الفرقه ما عملتش حاجه، عملت ايه؟ هدف من ضربه جزاء ومشكوك فيها. انا شخصيا بقول لك مش ضربه جزاء نهائي، يعني ضربه الجزاء الصحيحه تتلغي، وضربه الجزاء اللي فيها شك كبير جدا تتحسب، وهدف ملغي، وغير لعبه رضا سليم، ومصدر لهم كارت الارهاب في قلب الملعب. ما فيش حد ينطق يتكلم ويصغر ويشد ويواوح ويعمل، ومع لاعيبه البتاع بيطبطب عليهم ويضحك ابتسامه صفرة من حكم فاسد فاجر. وقدر الله وما شاء، مالناش نصيب قسما بالله. خلاص اللي بيجي من عند ربنا خير، رب الخير لا ياتي الا بالخير، والحمد لله. دي هتفوقنا زي مباراه صن داونز. البدايه كانت من صن داونز في البطوله الافريقيه، فاكرين؟ المباراه دي هتوصلنا للنهائي ان شاء الله وهناخد بطوله. لا مؤاخذه المباراه دي هتخلينا نلعب في البطوله الافريقيه، معلش هي اتسعت مني شويه، اللي هتخلينا نلعب في البطوله الافريقيه بنفس اسلوب لما اتغلبنا من 5 من صن داونز. هندوس في البطوله الافريقيه باذن الله، باذنك انت يا رب، اللي هو الجديده باذن الله. المباراه الساعه 7 باذن الله. كولر بقى عندنا غياب السوليه ونيدفيد ومتولي للاصابه، وكمان خالد عبد الفتاح، فدول خارج الخدمه. وعندنا كهرباء والشحات. كهرباء 6 مباريات ايقاف لقضيه الشيبي، و2 لحسين الشحات للشيبي، و6 كهرباء للايقاف للقضيه بتاعته. هنعمل ايه؟ يبقى عندك موديست هيبقى المهاجم الصريح، وانا مبسوط للكلام ده. رضا سليم هيبقى موجود باذن الله، باذنك انت يا رب. انا نفسي يعطي كريستو فرصه عن طاهر، يعني طاهر مباراه يغلط وينزله، مباراه يغلط وينزله. لا هو يعني ايه مثلا طاهر بيصرف على النادي ولا حاجه ولا ماسك عليكم حاجه لا قدر الله؟ لا، كريستو لاعب مجتهد وصغير وبيجري وبيشق وبيرفع وبيصوب وعنده كوره حلوه وبيستقبل. لكن ظاهر الماتش اللي فات واللي قبله مش عارف يوقف الكوره، مش عارف يستقبل الكوره، وبتهرب منه كوره في وقت احنا محتاجين فيه لعيب ما تهربش منه كوره نهائي. اتمنى. وعندك عبد القادر وعندك تاو. قلنا موديست هو اللي هيبقى المهاجم الصريح باذن الله، لان الواد ده عامل شغل، بقول لك عامل شغل في التدريب 10/10. هادي حيلهم هادي، بقول لك جايب جون، يعني جاب جون عالمي في التدريبات النهارده وامبارح. تمام. فاحنا انا مطمن. خط الظهر معروف، هاني ورامي او ياسر ومعلول ومنعم طبعا، مروان وديانج، ويدخل قفشه بقى، يا يدخل امام عاشور.
هو حر. وديانج كان خد رجل المباراه في الاتحاد العاصمي في المباراه الافريقيه، ما لا يستحقها، احنا نقول الحق. كان عنده مس باص كتير، ديانج كان ما كانش حلو قوي في الماتش، وخد الجائزه. يلا خير وبركه. والمنطقه الهجوميه خلاص احنا اطمنا على المهاجم اللي يخدموه بقى، عندك اربعه يخدموه. نزل له بقى رضا سليم ونزل له تاه، وبعد كده نزل كريستو، وبعد كده نزل قفشه مثلا او امام اذا كان، لان امام واخد كلمه في مباراه اتحاد العاصمه. نتمنى بكره باذن الله يا جماعه، باذن الله نشوف مباراه قويه وفوز مكسب. لن اقبل الخساره بمعون الله ومشيئه الرحمن طبعا، وبتوفيق اللعيبه. لا الخساره ولا التعادل في اول مباراه دي بتبقى حاجه تانية خالص، وخصوصا مع مين؟ ما انت عارف وانت عارف وانت عارف وانت عارف. الله يرضى عليكم. بدايه كده يعني، حتى مباراه زد والاسماعيلي هتبقى نار، ضرب نار. زد عامل سكواد 10 على 10 باذن الله، مربوحه ثنائيه نظيفه بكره باذن الله على المصري. ومش محتاجين بقى عشان ما نقعدش نتكلم كتير بقى بعد المباراه ونقعد نستنى تحليلات وغلطات وبتاع، عايزين الامور تمشي زي الفل باذن الله، تمشي زي الفل ومربوحه باذن الله. بلاش ثلاثه، خليهم اثنين. نبتدي الموسم بثنائيه نظيفه ان شاء الله باذن الله، ونبارك لبعض بكره ان شاء الله. في النهايه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والشير والمتابعه على الفيس واللايك على الفيس. الله يرضى عليكم. الاهلاويه فين؟ الاهلاويه انت فين يا عم؟ الاهلاويه فين؟ اللي عشان يدعموا ابو الكباتن. الله يرضى عليكم. والاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، ومش هنتكلم كتير. وصلى على حبيبي وحبيبكم الهادي البشير، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صباح الخير.